السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بالجديد والمفيد فعل التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد. فعل التطبيقات في القناة عندي اقدر افك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية وتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه ايزي باي. التطبيق ده مساحته 34 ميجا، محمله اكتر من 1000 شخص. التطبيق ده تطبيق سعودي خاص بالمدفوعات. بتقدر من خلال التطبيق ده ان انت لو عليك اي فواتير بتقدر ان انت تدفعها من خلال التطبيق ده. فواتير بقى زي فواتير الموبايل، زي فواتير الكهرباء، زي فواتير المية، زي فواتير الغاز. كل الفواتير اللي عندك بتقدر انت تدفعها من خلال التطبيق ده من وانت في مكانك. كمان بتقدر ان انت تحصل على كاش باك في المعاملات بتاعتك اللي انت بتعملها من خلال التطبيق. كمان التطبيق ده بتقدر ان انت تربطه بحساب الابل باي بتاعك او حساب الاس تي سي اللي هي خاصة بشريحة الموبايل بتاعتك. بتقدر انت تربطه وتقدر ان انت تدفع من خلال التطبيق ده كل حاجة من وانت في مكانك. مشكلة التطبيق ده ان هو تطبيق يعتبر لسه جديد، لسه عدد التحميلات بتاعته مش كبيرة. آه، عدد التحميلات بتاعته مش كبيرة، بالاضافة لان التطبيق بيكون خدمة العملاء عليه مش افضل حاجة، لان لسه التطبيق لسه جديد. فخدمة العملاء بتكونش شغالة كويسة في حالة ان التطبيق بيكون جديد، الا لما التطبيق بيكون بقى عليه عدد تحميلات كتيرة وعدد الناس المستخدمين وعدد الشكاوى والكلام ده. في الوقت ده بتكون آه، خدمة العملاء بتكون افضل شوية. بس كده، ده يعتبر ابسط شرح للتطبيق بالنسبه للمميزات والعيوب. لو عجبك شرح التطبيق تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح التطبيق معين تسيب لي في الكومنت. لو شفت ميزه او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. شكرا، سلام عليكم.